في بداية الفيلم يا صديقي بنشوف زوجين أمريكيين في أجازة في الريف البولندي. جو ولورا بنكتشف إنهم كانوا عملاء سريين من الطراز الأول في أمريكا، لكنهم اعتزلوا مبكرا عشان يركزوا في حياة هادفة مع بعض. بعد كده بنشوف زائرين فرنسيين كمان في أجازة في المنطقة، بيشوفوا جو ولورا وهما بيفطروا مع بعض. الأربعة بيتكلموا بشكل عادي وبيتبادلوا خبرات عن حياتهم وشغلهم. الفرنسية بتقول لهم إنها دكتورة في مستشفى، وبتسأل جو لورا عن شغلهم، لكن بدل ما يفسروا عن ماضيهم السري الزوجين بيكذبوا وبيقولوا إنهم بيديروا محل صغير. بعد الفطار جو ولورا بيرجعوا للمنزل. جو بيقترح يروح مع السياح التانيين يكتشفوا الريف، لكن لورا بتعتذر بسبب انها حاسه انها مش كويسه. بتشجعه يروح من غيرها وهي بتستنى في المنزل. جو بيوافق، وقبل ما بيروح بياخد سلاحه معاه تحسبا لاي حاجه تحصل. الجماعه بيكون معاهم دليل محلي بيعدوا بيه في الغابه. في نفس الوقت اتنين من عملاء السي اي اي في طياره استطلاع بتعدي على نفس المنطقه اللي جو فيها. فجاه طلقت نار من ورا بتخلي الطياره تتحطم في الاشجار. جو اول ما بيسمع الانفجار بيروح لمصدر الصوت. لورا في المنزل بتشوف دخان اسود كثيف من الغابه وبتقلق على جو. على طول بتبعت له رساله على التليفون الفضائي. جو والسياح بيتصدموا وهم بيشوفوا حطام الطياره. جو والدكتوره بيفحصوا الطيارين بسرعه لكنهم كانوا موتى وهم متصابين في الراس. جو والدكتوره بيستوعبوا ان الحادثه دي مش عاديه، الطياره اتضربت بالقصد. جو اللي كان عميل كبير سابقا في السي اي اي بيتعرف على الطيارين على انهم عملاء تابعين للسي اي اي، وبسرعه بياخد هارد درايف من جيب واحد منهم وبيخبيه. الدكتوره بتعترض وبتقول الهارد درايف مش ملكه، لكن جو بيتمسك بموقفه وبيقول لها انه غالبا في اسرار خطيره. من غير ما يعرفوا راديو الطياره كان لسه شغال وبيبعت كلامهم لمقر السي اي اي. مدير السي اي اي بيسمع جو بيتكلم عن الهارد درايف وبيخاف جدا عشان الهارد درايف فيه ادله مدمره على فساده. على طول بيطلب يعرف موقع الحطام. المشهد بيتحول لجو وهو بيقول للدكتوره والسياح يرجعوا المنزل عشان المكان بقى خطر. لكن قبل ما يمشوا مجموعه من المرتزقه تظهر قدامهم فجاه. اورلاندو قائد المرتزقه بيسال الدليل عن هدفهم. الدليل بيقول انهم سياح بس وتصادفوا مع حادثه الطياره. اورلاندو على طول بيتجه للدكتوره وبيطلب منها تقول له هي منين. هي بترفض فبيقتلها بوحشيه. بعدها بيواجه جو وبيساله لقيت هارد درايف في الحطام. جو بيكذب وبيقول انه مش عارف اي حاجه رغم ان هارد درايف مستخبي في ايده. اورلاندو بيرفع مسدسه على جو، لكن جو مش راجل عادي، بيفضل هادي وواثق وبيقنعه انه بيتكلم بصراحه. اورلاندو ورجالته بينتشروا يدوروا على حطام الطياره. جو بيستغل الفرصة وبيقدر يسرق عربية من العدو وبيحاول يهرب. للأسف العربية بتخلص بنزين وبتقف في نص الطريق، لكن جو على طول بيخطف موتوسيكل من واحد من المرتزقة وبيهرب. المشهد بيتحول لراجل كبير اسمه تشستر زي جو. تشستر عميل سري لكنه لسه شغال للحكومة. مدير السي اي اي بيتصل بيه وبيديله مهمة يمسك جو في بولندا ويرجع الهارد درايف. تشستر بيعترض في الأول، بيقول إن جو اعتزل من 5 سنين، ليه مستهدف دلوقتي. مدير السي اي اي بيقول إن جو سرق هارد درايف مهم ومفيش حل غير إنهم يقبضوا عليه. كمان بيوعد تشستر بضعف مرتبه لو خلص المهمة. تشستر بيوافق وبيروح لبولندا على طول. رونالدو وهو مضيع اثر جو بيفترض ان جو لسه مستخبي في الغابه. هو متضايق بيزعق في الغابه لو ما استسلمتش هروح المنزل واقتل كل السياح والست بتاعتك لورا. جو اللي كان مستخبي قريب بيسمع التهديد وبيتصل بلورا على التليفون الفضائي على طول وبيحذرها. لورا العميله السابقه على طول بتتحول لوضع القتال وبتجمع اسلحه وبتستعد. لورا بتروح لاوضه السياح جنبها وبتطلب منهم يستخبوا تحت السرير. بالظبط في اللحظه دي 3 من رجاله رونالدو بيرتحموا المنزل، لكن قبل ما يعملوا اي حاجه لورا بتتصرف بسرعه وبتخلص منهم. تشستر بيوصل لفندق ريفي وفي مشهد بيظهر وحشيته. بيختبر سم عمله على السواق اللي وصله للفندق. بعد ما بيمشي السواق بيقع ميت. تشستر بيبتسم وهو متاكد ان السم نجح. جو هو تعبان راح للمنطقه بيقتحم محل عشان يرتاح وبيستخدم التليفون الارضي يتصل بمدير السي اي اي. بيستجوبه ايه اللي مهم في الهارد درايف اللي ناس كتير وراه. مدير السي اي بيدعي ان في بيانات حساسه للحكومه وبيأمر جو يرجعه، لكن جو مش ساذج. هو عارف ان الهارد درايف فيه ادله على فساد مدير السي اي اي ومسؤولين كبار. بيقول له انه مش ناوي يرجع الهارد درايف وعايز يفضح الفساد. المدير بيدخل في حاله ذعر وبيتتبع اتصال جو عشان يعرف مكانه. لورا في البيت بتطمن جو وبتدعم قراره، وفجاه ضيف مش متوقع بيظهر. الاتنين بيستقبلوا بعض زي الاصدقاء القدامى. شستر بيسأل بادب اذا كان جو اخد الهارد درايف. جو بيكذب وبيقول له ان اورلاند خلص عليه. شستر مش مقتنع بيحاول يهدي الموقف وبيعرض على جو درينك. جو بيرفض وبيحاول السؤال مين اورلاند ده. شستر بيقول له ان اورلاند شغال لصالح الاستخبارات الروسيه، ولو الروس مسكوا الهارد درايف ممكن يزعزعوا امريكا. جو بيسأل شستر اذا كان فعلا مؤمن ان الهارد درايف فيه بيانات امريكيه سريه ولا ادله فساد. شستر بكل بروده بيفضل اللامبالاه، مش مهتم بالمحتوى، انا عايز اخلص المهمه واستلم الفلوس. رجاله اورلاند محاصرين السياح في المنزل. لورا بتتحرك بخفيه للدور العلوي وبتخلص على واحد من الحراس. تطلب من السياح يفضلوا ساكتين وهي تتعامل مع الباقيين. المرتزقه في الدور السفلي سامعين صوت سكوت الجسم وهو جثه واحد من رجالتهم اللي لورا رميته من فوق. الراجل اورلاند بيغلي وبيأمر رجالته يدوروا على القاتل. لورا بتعمل كمين وبتخلص عليهم واحد ورا التاني. في الاخر بيحاصروا لورا وبيسلطوا عليها السلاح، لكن معاها سكينه صغيره مخبيها في شعرها. بتقدر تعدل الموقف بعد ما بتخلص على
الحراس، لورا بتواجه الدراع اليمين لأورلاند وهو بيتغلب عليها وهي تعبانة، هو بيحطها على كرسي وبيبدأ يسألها بكل استهزاء ليه الأمريكيين دايما بيعملوا نفسهم أبطال. لورا بترد بنعومة أنا مش أمريكية، أنا ألمانية، أنا وجو كنا من أقوى العملاء السريين في ألمانيا. الراجل أول ما بيسمع اسم جو بيفهم إنها مراته، على طول بيطلب منها تتصل بجو تطلب يسلم الهارد درايف. لورا بتوافق لكن بشرط إنه يرد لها التليفون الفضائي، الجهاز الوحيد اللي اتصل بجو. وهو بيدي لها التليفون لورا بسرعة بتدخل كود في الجهاز، وفجأة انفجار بيحصل بيهز الأوضة. أورلاندو ورجالته بيدوروا على جو تشستر في مزرعة كانوا مستخبيين فيها. فلاح محلي شاف جو وفضح مكانهم. أورلاندو بيأمر 3 من رجالته يدخلوا يواجهوا جو، لكن الرجالة بتتردد عارفين إن جو مش خصم عادي. أورلاندو هو متعصب بيقتل التلاتة على طول. جو وتشستر عارفين إنهم محاصرين. تشستر اللي قاعد بيشتكي لجو إن ظهره بيوجعه وبيطلب منه يساعده يقوم. جو هو بيروح يساعده، تشستر بيفاجئه وبيضربه بإبرة. تشستر بكل بروده بيقول إن الإبرة فيها سم معمول وجو عنده 24 ساعة بس يعيش فيهم، وعرض يديه الترياق لو جو سلم هارد درايف. جو مش مرتاح لكن بيوافق يسلمه، بس بعد ما بيتعاملوا مع اورلاندو ورجالته تشستر بيفتح شباك وبيضرب عمود كهرباء قريب، الدنيا بتبقى ضلمه. اورلاندو ورجالته بيضربوا نار على البيت. اورلاندو بعد كده بيستخدم قنبله دخان عشان يملى البيت ورجالته بيقتحموا. في الزحمه دي تشستر بيفجر قنبله تفتح باب الجراج، لكن الانفجار بيخلي الهارد درايف يطير من ايد جو وتشستر بيقبض عليه بسرعه. تشستر بيضرب جو وبيهرب وبيخليه يواجه المرتزقه لوحده. جو هو مغلوب وضعيف بيحاول يقاوم، واحد من مرتزقه اورلاندو بيرمي قنبله تانيه، انفجار ضخم بيحصل بيرمي جو على الارض. اورلاندو بيقرب من جو وهو ماسك سلاح وبيساله ليه من الاول ما سلمتش الهارد درايف. جو بيرد ليه الهارد درايف مهم جدا لدرجه انك تعمل كل ده. اورلاندو بيقول الحقيقه الهارد درايف فيه ادله على فساد مدير CIA ومسؤولين امريكيين كبار، هو نفسه بيكرههم وشايف ان الهارد درايف ده السر عشان يفضحهم، وكمان بيعترف ان هو اللي ضرب الطياره عشان يسرق الهارد درايف. جو بيتاسف وبيقول ان تشستر خد الهارد درايف وهرب، بيقترح انهم يتعاونوا ويلحقوا تشستر اللي غالبا رايح للمنزل يهاجم لورا. اورلاندو بيوافق والاتنين بيعملوا تحالف. جو بيتصل بمدير CIA وبيوعده انه هيفضحه، والمدير بيهزئه وبيقول ان تشستر خد الهارد درايف وكمان جو مسموم ومش هيعيش 24 ساعه. جو بيقول له ان السم ما دخلش جسمه كله فهو مش في خطر. المدير وهو منفجر من الغضب بيؤمر بارسال درون مسلح يخلص على جو اورلاندو. الاتنين بيتعرضوا لهجوم شرس بالدرونز، وبعد مطاردة ومعركة بيقدروا يدمروا واحد، لكن في اللحظة دي يا صديقي اورلاندو بيرجع يخون جو وبيسلط عليه السلاح. قبل ما يضرب طلقة نار بتنفجر، لورا هي اللي ضربت، لكن للأسف الدرون متبائي بيضرب تاني وانفجار ضخم بيحصل. الصبح جو بيودي لورا المصابة لضفة بحيرة قريبة وهي ضعيفة من جرحها. جو بيحاول يعالجها وبيهديها، وفجأة تشستر بيظهر. جو بيستغرب، تشستر كان المفروض يروح أمريكا ويسلم الهارد درايف. تشستر بيشتكي إن جسمه بقى ضعيف فجأة. جو وقتها بيقول الحقيقة هو اللي سلم تشستر مش العكس، والدرينك اللي تشستر شربه كان مسموم وعنده الترياق. جو بيعرض عليه صفقة هيديله الترياق لكن بشرط إن تشستر يساعدهم يفضحوا مدير CIA والمسؤولين الفاسدين ويرجع الهارد درايف. تشستر ما عندوش خيار تاني فبيوافق، ومن اللحظة دي يا صديقي الثلاثي الغير متوقع جو لورا وتشستر بيعملوا تحالف غريب مدفوعين بهدف مشترك فتح الفساد في القمة. وبكده يكون خلص فيلمنا يا صديقي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أشوفكم في مختصر فيلم جديد. سلام.